الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا أعزي كل أبنائنا في المملكة العربية السعودية على الكارثة هذه والنكبة اللي حصلت عليهم. أغبى قرار تم اتخاذه في 2016 هو سعودة الاتصالات. يا خبر الذي يوظف عياله ولا أبنائه مش ما يحتاج قرار، الذي يحق شغله ينحت بالصخر ويشتغل. عندكم كل الجنسيات العربية يهاجروا يدوروا مغط حلق بكل مكان، وانت جيت تقول لا نسعود الاتصالات. مو من قرار هذا. العالم الآن مفتوح، العالم قرية صغيرة. 2016 ما عاد باقيش حكر بالأمور هذه. وانت لا، الذي يشحن التلفون لازم يوقع سعودي، مو القرار السخيف هذا والأخبل. طيب اعملوا معالجات للناس. الناس استثمرت مئات الملايين، ملايين الريالات السعودية، فتحوا محلات وبموجب قانون سعودي، والآن تجي تقول للشارع طيب اشترى حقه المحل، ودك واحد سعودي يشحن التلفون. وين الشريعة هذه اللي تدعوها والدقن والمسواك والهيئة، لجنة الهيئة العامة؟ اوكي معك بلدك اعمل لك اللي تشي، بس بما بالقانون، بما يرضي الإنسان والله. أما تقول لك حقوق الناس هكذا ما يكفيش قانون الكفالة حقكم هذا. يعني ملايين السعوديين أو 10,000 100,000 من السعوديين عايشين على موضوع الكفالة. قانون رق هذا. لا تدركوا أنتم حجم المعضلة الذي عاملينها أنتم بالعالم. قوانين الرق هذه اللي حق يا أخي لا تدخلش أحد بلدك من البداية. لا تجبرش الناس تسافر وتجي تقول له دا كفيل وما تنقلش وما تتعالجش وما تسكنش كلام فارغ. إذا كان لابد اعمل قوانين واشتري أغراض الناس. أما أنك تخلي المغترب يستثمر ويدين ويبيع عرض ويقتتل، وتجي تقول له لا أنا أبغى أسعود التلفونات، ويعني ما همش حق شغل عيالكم. إذا ما همش حق شغل ما ينفعش أي قرار. لا ترجعوا تتصلوا بالمغارف حق الفول، وأنا هذا يحتلق. جمعوا دومان. وين هذا وزير الاتصالات السعودي؟ وين العقلاء السعوديين؟ في 2016 وقوانين الرق هذه ما زالت تمارس ضد كل المغتربين. عيب. وثانيا المواطن اليمني المفروض يكون له استثناء، لأن احنا بجحر الحمار الداخلي الآن ومن تحت راسكم، لأنه علي عبد الله صالح حليفكم من 33 سنة. اختلفتم رجعتم ندشتم من الجهتين، فعلى الأقل تراعوا المرحلة هذه. أنا أخاطب وأناشد كل الناس الشرفاء، وأي واحد يستطيع يوصل الرسالة هذه للديوان الملكي لوزارة الاتصالات. عيب. مش ناقصين احنا جالسين نرقع بعد اجحاركم هنا بأمريكا انه لا احنا دولة اسلامية ومعنا خصوصية، وهم يقولوا لا هذا دولة متخلفة، دولة تحارب الإنسانية والبشرية وكل القوانين المدنية. واحنا نقول لهم لا احنا معنا خصوصية والملك سلمان هنا جنب حمود. وين من الخبر؟ الذي يشحن التلفون لازم يوقع سعودي. كلام فارغ وسخيف. ردا على اليمني اللي ما هو عاجبه قرار توطين الاتصالات ونظام الكفالة في السعودية. أولا هذه قرارات داخلية، من حق السعودية اتخاذ أي قرار متى ما تشاء وكيف ما تشاء وتطبقه على من تشاء، واللي ما هو عاجبه بلده أولى به. ومن ظلم فليتقدم بمظلمته بما يثبت لشرع الله ويأخذ حقه. ومن أكل حرام بالنسبة للكفلاء فحرام في بطنه وفي بطن عياله، والله سبحانه وتعالى اللي بيحاسبه. لا لها علاقة لا في الدقون ولا في المساويك زي ما تفضل حضرتك. أما بالنسبة لعفاش فعفاش خدعنا فيه كما خدعتم أنتم اليمنيين فيه. كنا نحسب أنه رجال وشنب، ولكن للأسف أنه طلع أهلامه وطلع ذنب. ووالله لو أن السعودية ما تدخلت أنك الآن عبد للخمائن في إيران فاحمد الله. وكما قيل والله إن الله أتى بالملك سلمان في الوقت المناسب، نسأل الله أن ينصره وأن يطيل في عمره على طاعته. وأما بالنسبة للمقيمين في المملكة فالمملكة مفتوحة للجميع. انت عارف أنه آخر إحصائية عدد المقيمين في مدينتين بس في السعودية، جدة والجبيل، يفوق عدد المواطنين. السعودية تضم أكثر من 200 جنسية،
كلهم يعاملون سواسية، إلا أنه في بعض التسهيلات لإخواننا اليمنيين والسوريين والفلسطينيين نظرا لظروف الحرب عندهم. نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يلطف بإخواننا المسلمين المستضعفين فيهم. لازم يكون في نظام يضبط الجميع، لأنه لو ما كان في نظام للمقيمين عانينا من سواليف المخدرات والمسكرات والحشيش وبيوت الدعارة كما عانينا منها سابقا. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم بما شاء. وأما بالنسبة للنقطة الجوهرية وهي تهكمك وتطاولك على شباب السعودية وأنما هم حقين شغل، فأنا بعطيك من أرض الواقع مثال. المملكة العربية السعودية حرب في الجنوب وتأهب في الشمال وعين ساهرة على الخونة في الداخل وتسهيل للحجاج كل عام وللمعتمرين طوال العام، وفوق ذلك إساءات إعلامية وحرب اقتصادية وتهديدات دولية، والناس عايشين آكلين شاربين سعوديين ومقيمين، لا حظر تجول ولا تضخم اقتصادي ولا سين ولا جيم. أتحداك تعطيني بلد في خريطة العالم كله مثل السعودية. طبعا في نهاية رسالة اليمني قال أتمنى أن تصل رسالتي. وصلت رسالتك وهذا ردي عليك، وأنا أتمنى من كل قلبي أن تصلك رسالتي وأن تصل للجميع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل المشركين الكافرين المعتدين، وعلى رأسهم الروافض الكفرة القتلة. والسلام عليكم.